أربعة روايات قيل قابلوا ركعتين يوم كم ناقد يوم سجلهم وحمس رواية لنا ولدي حج آية النحز والنبي عليه الصلاة والسلام حنشأ أن ترى سجلهم نمتاز اختلافات زي توريدوا نوع حزل زقروا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتي محفاظ بطفئهم كل الصحابة أختلف بدي حجوا علماء محققين أكتوا لدم من رواية أن عائشة ورواية أن عبد الله بن عباس تقبلهم أن سيدنا محمد أبحنت ركعة أبحنت ركوع أبحنت ركعة ككل التركوع قيرم ككل التركوع أما سستلستين أربعة حمستيز كله ضعيف لهم سمعكم إذن السنة ككل تركعها سجل سستلست أربعة حمستيز كله ضعيف بو أين سرحينا وجمهور العلماء بناي عائشة وبناي عبد الله بن عباس مسيدون منه ولكن بشر قالوا يسلزقوا إزي قال يسرخبوا قلنا الحمد لله رب سبحانه وتعالى علماء حافظ نزيدين مثل كي تفل سخروا رب سبحانه وتعالى فعلا كردنا خيلهم لكم. إذن رواية 8 ركعات ضعيفة، رواية مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ضعيفة، رواية جابر 6 ركعات ب4 سجدات ضعيفة، ورواية صلى 5 ركعات وسجدتين ضعيفة. صلوا ضعيف. الصحيح هو حديث عائشة وعبد الله بن عباس. طيب أبزي حديث عبد الله بن عباس يلو الإمام ابن حجر حديث ضعيف لكن معناه صحيح. معناه صحيح كلمة لنا تملت إيه؟ ما هبت الريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. يعني سيدنا محمد عليه السلام برتوع نفاس تريئهم وقصهم يغير وهجم ينبركوه زنبركه لما كل شيء سنبيلي زنبركه بلد حقو سنبركه. ولذلك يقولوا خابزي جثى بالكل إلى مخ الجثو يعني لما يجثو الشخص معناته هي جلسة الخوف، قعدة الخوف لك. وزغاب كما في صحيح كما في الثابت عن عائشة أن سيدنا محمد نبلا فريق كله إلى مخا يأتوا يوصوا بسنبالو سأكل توكم سيدنا محمد إذا دي نبلاي وما يدريني لعله عارض كم تيز بلتو عارض ممتنع لهم لعله عذاب أليم متخون إلهم يقولوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فزي حجي عذاب وردهم قوم عاد كم أول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يفرحون يرزنا جرزي كل شيء قال لنا الخير كله يفرحون يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقت استبهل مالك رياح نبينيه وريح نبينيه. رياح نعمة وأرسلنا الرياح لواقح. رياح كما كله تلقح السماء ما يورد وتلقح الشجر يبقل. يعني تفرق كبدك تبعتيو تسكيمو نفاس نبي وسنا بلكنستيو شعو يبقل شارست وتصل أزي وأرسلنا الرياح لواقح بالكبر قويتا سبحانه وتعالى. أما الريح لا، ريح فيها عذاب شديد عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك دعاء قبل دعاء مشابه منا عليه الصلاة والسلام شريعة من أخذ بالريح ترى إن اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلتها إليه ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها إليه تبل. نعم لأن جند من جند الله ريح نسأل الله العافية والسلام. قوم عاد بريحهم حالكم أنستمون سبوتمون دقمون كل ما هلكم رب العالمين. الله المستعان. نعوذ بالله من هلاك الله، نعوذ بالله من الهلاك. اللهم اجعلها شعور دعاء قول النبي اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. إذا حديث زي رواه الإمام الشافعي الضعيف ولكن أبكال أحاديث لنا أن سيدنا محمد زي طبيعي ريح ودي ريح زفرح لقات اليوم فرحيهم يرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت نحن هنا لبنا حميم بري ملائكة
تأذان يا رب العالمين موتون كله يغمى عليهم كلها كرب. حتى ربي يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيقول لك أنه رب العالمين سبحانه وتعالى قال تزارب كله بالسبع سماوات اتقال لا توكم زيد مسنا سلسلة الجرس قاتل كلكم لك كل ملائكة موتوا. من أول من يستيقظ؟ جبريل عليه السلام. شعو جبريل مستسيف ملائكة بحلوة السوء حتى ماذا قال ربكم؟ شعو جبريل من اسم السهبم قال الحق وهو العلي الكبير. لكن نحن هذا كسبات والعياذ بالله الناس اللي زحممه نسأل الله العافية يصير ربي ريحقوه. أما بعد جبريل عبي مخلوق يحجي شو حتى 600 جناح يسد الأفق يعني حيل مرتعون كالعنق بجبريل عليه السلام صفاتنا توز ولد الناس سيدنا محمد عليه السلام الزارة مكلنا فرح عن السلام وزغى مخلوق من مخلوقات الله. جبريل عليه السلام مخلوق عبد من عبيد الله. إذا نحن فعلا نفلت بأننا من يقول أنا أنتم فرحوا بحكي. ولذلك رب سبحانه وتعالى كبرات لأخات سيدنا وقرآن ولدنا بسماتون بمغلزتكم فلتوا حقي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله الحسنى 99 اسم تمهروا تحفظوا قبأك ما كم مهان قلت هاخد فلم حكي ولا لا. إذا كم نيجي الحدا فينا قلت أنا قبل بنا فرح درنا خيل ولا خاف من الله. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرح رد بخير تنيحم لأن منكم مخاضر البشر فرطوا. ولذلك لهم عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأتقاكم إليه وأخشاكم إليه. هكذا ولا لا؟ إني لأعلمكم بالله. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله وإياكم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال وعنه رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة. اقرأ. قرأته؟ أنت قرأت في زلزلة؟ أبداني. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله دون آخره. إذا حجي إلى علماء إذا حديث زي موقوف عن عبد الله بن عباس ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما التي ترجمه سمع ترجمه أن علي عبد الله بن عباس مريت نزل حتى العلم شدش ركعة سجل اليوم أنه صلى في زلزلة نزل مريت بن عبد زلزال متيوم شدش ركعة سجل اليوم و4 سجدات دعاء قبل استغفاري بالزين. وقال هكذا صلاة الآيات يعني حاجة آيات تراريها بيكها تسجد. لكن يزيلهم اجتهاد من عبد الله بن عباس يزيلهم. أما عن سيدنا محمد زين قرزي أي ترى خبر أي قبرون وبزمنه صواعق ركبنه ورعب الدرع ركبنه زلزالك الله أعلم هل ترقبوا سيدنا محمد جوتهم كله الله أعلم. ولكن كم زين قرات ركب سلزنا بري انتر في زلزال لكن سجدوا ما يفلتونهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن نبل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه الصحابة يرموا على خاقول خالص ليه مبتدع نحن نقولنا سجد لأن الصحابة مسجدون تزخنوا وزي عالم مش رجح وركبوا مخنث لزخنة كون خيري. اتزن مع زبالة أنا بسيدنا محمد زختك على زبالة تلاقي خاء نبل له بالعكس نصيب بحكي أبحك زلوا نبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.